السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام متابعينا ومشاهدينا، طبتم وطابت أوقاتكم عامرة بالإيمان. كل عام وانتم طيبين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله كده يوم جديد من يوم أحمد الطيور، وتمنياتي لكم تكونوا بصحة جيدة وسعداء إن شاء الله. تعالوا نشوف اليوم هيمشي إزاي. توكلنا على الله. زيارة لأرض مصر الطيبة إن شاء الله كده إيه خير كده، ونرجع للعالم ونشوف البيت عامل إزاي. إحنا في مشوار كده تبع الشغل. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الريف المصري وجماله. روقنا بقى السطوح اهيت، وطالعين بقى عشان نظبط العشه ديت نقفلها. اهو توكلنا على الله. طبعا هنقفلها بقى ايه تمام كده. شوف الحاجات بقى الايه الاركان ديت كده ايه، مش هنسمح بقى العرسه تاني تخش منها تاني وتبوظ لنا الدنيا. انا قفلت من بره من تحت من هنا من الركن اللي تحت اهو، ومن هنا كده اظبط بقى الحاجات دي. بحط صفيحه اهيت، جبت الصفيحه بتاعت سمنه بفتحها وبقفل بقى الايه الاماكن دي كده اهي. هظبط بقى بقيه الاماكن دي كده بحيث ان الحاجات دي ما تخشش تاني عندي وتبوظ لي العشه اهو. الحاجات دي كلها هنحاول نقفلها تمام. توكلنا على الله. شوف بقى هنعمل ايه. تعالوا معانا. قطع دي من قطع السمار من مش هقول بقى ايه، قلت انا هستخدمه، هنسد ليه مكان يعني ان شاء الله يعني. هنسد معانا مكان، ما ترموش حاجه عن الحاجه اللي انتوا موجوده في البيت عندكم استخدموها. مسمار صلب بقى، هيعوز مسمار صلب.
هنحاول نسد كل الفتحات بأي إمكانيات اللي عندنا. أي حاجة عندك سد بيها الفتحات بتاعتك، ما تسمحلهاش تخش تاني. يعني أي حاجة عندك متاحة سد بيها، خشب بقى أي حاجة. لحد ما إيه ربنا يوفق. هي بقى تعوز مسمار شيشة أهو، نحط لها مسمار شيشة. بناخد كده وتوضبها مع بعضها أهي. نحط لها مسمار شيشة، هنقول عليه مسمار سنارة. ما ترميش حاجة عندك، كل حاجة لها استخدامها. يعني لو حاجة عندك قديمة ما ترميهاش اهو، متسمحلهاش تخش من أي مكان. دي هنشوف لها حاجة اهيت. ده الخشب يا جماعة، ده هو بتاع صندوق الرنجة اللي عندي. ده كان صندوق الرنجة اهو. صندوق الرنجة اللي كانت عندنا في المحل اشتغل بيها. للأسف بقول لهم عايزين نخلص قبل المغرب عشان الوقت. اهو صمت بقى، نجيب مسامير الشيشة ونغسل. هاتي خشبة صغيرة. سدينا اهوت الاركان ديت، وعملنا ديت اهيت وسديتها اهي كده مسدودة اهيت، والحاجات دي مسدودة كلها. هنحاول نسد دي برضو الحتة دي، حتة خشبة برضو صغيرة اهيت. احنا بنحاول نسدد الحتت دي كلها ان شاء الله اهو. سدينا هنا اهي بالصفيحة دي، انتوا شايفين. سدد دول برضو كده اهو، الخشب طوالي كده، منديش مساحة لأي حاجة بقى إن شاء الله. ربنا ييسر الحال. نحاول نقفل بقى كله اهو. فاضل دول الجزء ده هنا الطوبة بقى اهوت، الجزء ده هنقفله. شوف له أي خشب أي حاجة. توكلنا على الله.
ايه على الباب بالظبط اهو عشان نسد الجزء اللي فوق ده. يلا يا سعيد نقول الشاكوش والمسامير يا سعيد. مسمار شيشه. يلا يا سعيد. مسمار شيشه؟ خد المسمار. يلا يا سعيد. خد يا بابا. يلا استنى كده ناخد مقاس تاني. كده قافلين. هات يا سعيد. يلا يا سعيد. ده ماشي يا سعيد. خد يا بابا واحدة. هات الشاكوش ده حاضر. خد الشيشة. حاضر يا سعيد. لحظة. وجهت المسامير يا سعيد. هات يا سعيد يلا. سعيد فين؟ ايوه. مش تسلم ايديك. معقول يا سعيد. لحظة بقى كده. كده حبشنا هنا اهوت حلق الباب ده كده. وادي العشه كلها اهيت تمام. ان شاء الله كده ايه ربنا يسترها. خلصت اهو. العشاء أذنت يعني شغال من بعد العصر. وان شاء الله كده ايه يبقى تمام. طبعا احنا عملنا الجزء ده من بره تحت من هنا. عملنا ده هنا اهوت. الحمد لله قفلنا ايه معظم البتاع ديت تمام كده بحيث ان هي منديلهاش فرصه تخش في اي مكان ان شاء الله. تمام الحمد لله. وادي السلك وادي الحاجه كلها اهيت بفضل الله علينا ان شاء الله. نكمل بقيه اليوم بقى توكلنا على الله. نلم بقى العده ديت والحاجات دي ونفضل العشه ونعمل فيها بايه الفراخ البلد ان شاء الله. توكلنا على الله. بعد ما وضبت العشه طلعت لقيت العرسة واكلة الزغلول في قلب الصفيحة. اخلص عليه خالص اهو. قدر الله ما شاء فعل. لسه جسمه سخن اهو. العرسة مبهدلة الدنيا عندنا مش عارفين نعمل ايه. نقلت الفراخ البلدي في العشه. العرسة مبهدلة الدنيا عندي مش عارف اعمل ايه. اكلت الزغلول في قلب الصفيحة. الزغلول لسه كبر يعني اهو كان ممكن يتذبح. ببص على الحمام اهو بعد ما وضبت العشه وظبطت الدنيا طلعت لقيتها مبهدله الدنيا خالص. مش عارف اعمل معاها ايه. قدر الله ما شاء فعل. طول النهار شغال نجار وعمال اظبط الدنيا وطلعت لقيتها واكله زغلول الحمام من قلب الصفيحه. لا حول ولا قوة الا بالله. اضطر استنى شويه كده في العشه واقعد كده مع العشه نشوف ايه اللي بيحصل. هي بتيجي منين وتتحرك ازاي. ربنا يستر. العشه اهيت يا جماعه يعني دعواتكم لينا. العرسه مبهدله الدنيا اهو. نفتح نشوف. نقفل بعد ما خلصت البتاع هوريكم. لا حول ولا قوة الا بالله. اذن اهو انا وضبت العشه اهي. نقلت فيها الفراخ البلدي بس معرفش هي بتيجي منين بقى العرسه دي. عمال ادور على منفذ ليها وانا طبعا ظبطت الدنيا وقفلت الدنيا خالص اهو. مش لاقي مكان ليه. هنا نهاية العشاء. توكلنا على الله.
عايزين نعرف هتخش منين. لا حول ولا قوة.